العراقي أول ما يجري الدنيا يبقى متونس لحد ما يصير عمره 7 سنوات، لأن راح ينسى أكو شي اسمه ونسة بس يدخل للمدرسة. أول يوم بالصف الأول ابتدائي أمك راح تلبسك ملابس المدرسة وتحط لك طنكل بالجنطة مالتك، وأول ما تدخل الصف كل الطلاب يصيحون والأستاذ يحاول يسكتهم وأنت محتار تبقى ويا أهلك لو تبقى هنا. تبكي بعد درسين خلصنا. ليش ما تحب المدرسة؟ ان شاء الله درسين ونروح، لا تخاف ماما احنا هنا. لا مو صعبة سهلة بالعكس، نقرأ سورة الفاتحة سهلة انت مو حافظها. A few moments later. وأول درس راح يعلموك الأحرف والأرقام، وهاي تكون بداية معاناة الإملاء. وبأول يوم راح ينطوك واجب، ومن ترجع راح تروح تبكي لأمك حتى تساعدك، ومن تنجح من الأول راح تفتهم الوضع، لأن لازم درجات وامتحانات وواجبات. شباب ما جاي استوعب جلسة، شباب ما جاي استوعبوني، شباب بآخر الدقائق شباب. بس انت ما راح تهتم، لأن أكثر شي راح تهتم به هو الفرصة. ومن تصل للخامس راح يقول لك اقرأ زين، لأن الخامس أصعب من السادس، وهاي كذبة ولا حد يصدقها. ومن تصل للسادس وتمتحن وزاري راح تحس نفسك شخص مهم، لأن راح يقعدوك برحلة وحدك وينطوك بطل مي ومرات بطل عصير. ومن تكمل السادس وتروح للمتوسطة راح تفكر يعلموك شي يفيدك بالحياة، بس لا، راح يعلموك عن الأكس والواي، وانت راح تفكر ايش دخل الأكس والواي بحياتك اليومية، وتبقى على هاي الوضعية لحد ما تصل الرابع إعدادي، وراح تقول أخيرا خلصت الابتدائية والمتوسطة وراح تتعلم شي يفيدك بالحياة. بس راح تنصدم، لأن هم راح يعلموك عن الأكس والواي، وتبقى على هذا الوضع الطايح حظه إلى ما تصل السادس إعدادي، ويجوز تبقى سنة سنتين بيه حتى تنجح. ومن تنجح راح تقول أخيرا وصلت للجامعة، لأن راح تتعلم شي يفيدك بالحياة حتى تكون نفسك. ومن تروح للجامعة تحس نفسك إنسان حر وعايش بعالم ثاني، لأن مسموح لك تاخذ تليفونك وين ما تريد، وأكو كافتريا أحسن من الحانوت اللي كان يقط بيك. ومن تدخل أول محاضرة راح يجيك دكتور عمره 60-70 سنة وراح يدرسك مادة العربي. لعد بال 12 سنة اللي درست بها عربي راح تقول يلا يجوز يعلمني شي ما تعلمته قبل، بس لا، يعني راح يعلمك عن المبتدأ والخبر. ومن تدخل المحاضرة الثانية راح تقول بينك وبين نفسك إيه هي هاي المحاضرة اللي كنت أنتظرها من زمان حتى أتعلم شي يفيدني وأكون نفسي. بس هم راح تصدم للمرة الثانية، لأن هم راح يجيك دكتور عمره 60-70 سنة راح يدرسك مادة اسمها جرائم حزب البعث. انت هنا راح تحس نفسك مضحوك عليك، بس انت راح تصبر وتقول بلكي بالمراحل الجاية يغيرون المواد حتى أتعلم شي يفيدني بالحياة. بس راح تنصدم، لأن المواد راح تبقى نفسها، بس راح تقول يلا خليها من تعين راح أتعلم شوية شوية. ومن تتخرج طب ماكو تعيين، وراح تروح للبيت وتعلق شهادتك بالغرفة وترجع لنفس المكان اللي كنت بيه قبل لا تدخل المدرسة.